انت اكيد شفت الفيديوهات دي. كفاية عدي 10 دقايق يا مفترية، الصفار لونه هيخضر وهبقى كاوتش. طلعيني وحطيني في مية بتلج فوق. ايوه، هي الفيديوهات اللي الخيار والطماطم بيتكلموا فيها، وفيديوهات تبان لك تافهه بس عامله ارقام مرعبه. يعني الفيديو اللي انت شفته ده عامل 300 الف مشاهده وفي اول 5 ايام بس. لقيت قنوات صغيره جدا فجاه بتجيب الاف المشاهدات وبسرعه. السؤال هنا بقى، ازاي فيديو خضار بيتكلم بالذكاء الاصطناعي يطلع ترند، وازاي نعمله صح من غير برامج معقده ولا خبره؟ دي بقى شغلتي انا. في فيديو النهارده انا هوريك التجربه الكامله من اول الفكره لحد الفيديو النهائي. لو ناوي تعمل محتوى زي ده او حتى بس تفهم الترندات بتمشي ازاي، خليك معايا للاخر عشان في تفاصيل لو فوتها هتفرق معاك جامد جدا. فيلا بينا نبدا فيديو النهارده. بص يا معلم، نبدا اول حاجه معانا ان احنا نعمل البرومت بتاع الفيديو او البرومت اللي احنا هنستخدمه عشان نعمل الفيديو بتاعنا. وهنستخدم في الخطوه دي تشات جي بي تي. هنديله البرومت ده وهسيب لك البرومت ده موجود في وصف الفيديو، وهعمل ارسال. هستنى الرساله اللي هتطلع لي او الكلام اللي هيطلع لي. هو يعمل لي اكتر من 10 فيديوهات او 10 برومتات. ال10 دول اقدر ان انا اعمل بيهم اكتر من 10 فيديوهات كمان. دلوقتي هو خلص وعمل لي على ما اعتقد 10 او ثانية، عمل لي 4. ماشي مش مهم. انت لو عايز تزود براحتك عادي، انت كل ما عادي بعت له تاني وقول له ان انت مثلا عايز حاجه معينه. بس اول حاجه ننسخ كده البرومت ده وهنقوم عاملين نسخ، ونروح على اول موقع عندنا اللي هو هيحول لنا النص لفيديو، وهو جيميناي انتربريس. اول حاجه بتسجل دخول عليه عادي جدا، وهتلاقي برضو رابط الموقع في وصف الفيديو. هو بيديك 31 يوم او 31 يوم مجاني، وبعد كده المفروض ان انت بتشترك عادي. انت ممكن تشيل الحساب ده وترجع وتفتح حساب تاني، يعني سهله. بعد كده بنحط البرومت بتاعنا اللي خدناه من التشات جي بي تي، ونيجي على كلمه تلقائي هنا ونعمل جيميناي 3 برو او بريفيو، ونيجي هنا عند تحسين المحادثه ونقول له انشاء فيديو، ونرسل الفيديو بتاعنا او نرسل البرومت بتاعنا ونستنى الفيديو اللي هيطلع لنا. هو مش هياخد اقل من دقيقه وهتلاقي الفيديو بتاعك طلع كامل. دلوقتي هو خلص الفيديو بتاعنا وهو نشوفه واوريه لكم دلوقتي. الحقوني انا بصيح، النار عالية عليا قوي. اهو الفيديو بجودة عالية كمان ومش فيه اي مشكلة، مش زي المواقع التانية. في مواقع تانية بتطلع اللغة بتاع او الكلام بتاعها مش مظبوط، او كمان مش بتطلع اي كلام مفهوم منها. تعال نجرب كمان مرة عشان نتأكد ان هو مفهوش اي مشكلة في الكلام. مثلا ممكن ناخد برضو معلقة محروقة دي مثلا، واحدة كمان، او ممكن لا، ممكن نستخدم البارت 2 بتاعها عادي، ان احنا نعمله كفيديو كامل، ونعمل نسخ للبرومت بتاعنا ونعمل ارسال. هو مش بياخد معاك اقل من دقيقة لدقيقة ونص بالظبط ويكون الفيديو جاهز، وكمان اقل من كده كمان. اهو عمل لنا تاني فيديو عندنا، ونشوف كده الفيديو. والله النار يا عم، الادوات مش مستحملة العذاب ده. اهو الفيديو مظبوط بدون ولا اي مشاكل في الكلام ولا اي حاجة، والجودة عالية كمان. بس عندنا هنا مشكلة واحدة اللي هي ممكن تقولها، اللي هو الفيديو مش بالطول، الفيديو بالعرض. ومشكلة جيميناي انتربريس ان هو بيعمل فيديوهات بالعرض بس. طب انا عايز اعمله بالطول، فتيجي احنا عندنا موقع تاني ممكن برضو نعمل من عليه الفيديوهات بالطول، وهو موقع فلو. هنروح على الموقع ونعمل كرييت ويز فلو، وهتلاقوا برضو رابط الموقع ده موجود في وصف الفيديو بتاعنا. او نضغط هنا كمان، هيقول لي سجل. هسجل بالحساب عادي، كأنك بتسجل في اي موقع عادي جدا. بتحط الحساب بتاعك، بتقول له مثلا كده وبس، بتقول له نيكست عادي جدا. تخلص بس الحاجات دي اللي هي المعاملات وكده بس. نيجي هنا عند اول حاجه اللي هي نيو بروجكت، نضغط على نيو بروجكت، ونتاكد ان هنا تكست تو فيديو تمام عشان نحول البرومت ده بتاعنا الفيديو على طول. ونتاكد انها كمان في او 3 فاست بوينت 1 فاست. ونعمل هنا نغير اللاندسكيب لبورتريه او البورتريت اللي هي 9.16 تمام. وبس كده. ونروح نحط مثلا برومت تاني، مثلا نختار برومت تاني زي فرشاة الأسنان ونحطه هنا ونعمل إرسال. برضو مش هتاخد وقت كتير وهتلاقي الفيديو ظهر عندك. اهو يا معلم الفيديو كده خلص وهو بالطول وجودة كمان عالية. تعال نشوف الفيديو. ده اتبهدلت بكتيريا من كل حتة، غيرني بقى عشان صحتك.
فيديو مظبوط جدا، وحتى الكلام مظبوط زي ما احنا قلنا ان في مواقع تانية برضو بتعمل الكلام مش مظبوط، وبالذات الكلام العربي. الانجليزي ممكن يكون مظبوط اما العربي لا. تمام. وهو الجودة كمان عالية، وكمان هنا بالعكس هنا في افكتات كتير، وكمان في حاجات كتير بتتحرك، يعني في حاجات كتير بتتحرك في الفيديو، فيبقى احسن الفيديوهات القصيرة. تمام. وهاجي ازاي انزله من هنا؟ ان انا هعمل كده، ان انا هاجي هنا عند اللي هما الحاجات الكتيرة هنا دي، ونضغط على داونلود او علامة تنزيل، واقول له مثلا هنا اوريجينال سايز اللي هي 720، نضغط عليها. هتلاقي بيقول لك انت عايز تحفظه فين او كده. انا مثلا هحفظه في داونلود، واقول له سيف. وبرده نيجي مثلا عند جيميناي انتربريس، عشان انت عايز تنزل الفيديو بتاعك من جيميناي، فانت هتضغط برده على التنزيل هنا عادي جدا، تقول له نعم، وتنزل عادي جدا. تمام يا معلم. تمام. طب دلوقتي مثلا انت عايز تنزل الفيديو، فانت محتاج ان انت تعمل صامب للفيديو، فانا سهلت لك الموضوع خالص، وهخليك تعمل صامب كمان بالفيديو بالذكاء الاصطناعي عن طريق برومت صغير جدا، هيخليك تعمل صامب رايقه جدا جدا جدا. وهي زي ما احنا كده هنروح على تشات جي بي تي وهننسخ او هنحط له البرومت ده، وهسيب لك برده البرومت ده موجود في وصف الفيديو. هغير بس حاجتين، اللي هو مكان اكتب اسم العضو، مثلا ان انا هقول له معلقه محروقه مثلا، احنا مثلا زي عنوان الفيديو اهو. تمام. ومثلا احنا عايزين هنا نكتب جمله بس، اهو هنا بيقول لي اكتب جمله، ومثلا نكتب انا بسيح مثلا، لان اختار جمله موجوده او كلمه موجوده عشان تحطها تكون موجوده في الصمنيل. تمام يا معلم. ونعمل ارسال ده على تشات جي بي تي زي ما احنا، يعني كل الحاجات دي هي في اغلب البروموتات الموجوده اصلا لحاجات بتتعمل بالذكاء الاصطناعي بتتعمل على تشات جي بي تي. بس اهو طلع لنا البرومت بتاعنا، هناخده نسخ كده كامل اهو يا معلم، ناخده كده نسخ، ناخده نسخ كده، نعمل كنترول سي، ونروح على برضو جيميناي انتربريس، هنروح نعمل بيست كده، وهنشيل بس نضغط على الاكس بتاعت انشاء فيديو، وهنيجي هنا برضو عند تحسين محادثة، وهنختار انشاء صور اللي هي البرو اللي هي بنانا برو. تمام. وهنعمل هنا ارسال اهو يا معلم. بص اهو هنا مثلا الصورة اهي اهو موجودة، صورة بجودة عالية، وكمان صورة انت اصلا لو انت عايز تعملها بايدك انت او مانيوال صعب ان انت تعملها، فبصراحة صورة حلوة جدا ورايقة وكمان بروفيشنال جدا. طيب هنا معمولها لي بالعرض، دي مشكلة. طب ازاي بقى ممكن اعمل الصورة دي بالطول؟ فانا مش هعمل اي حاجة غير ان انا هعمل هنا تسعة، وهنعمل هنا اللي هي بوينت او الى 16 بس خالص، ونعمل انتر، تلاقيه بيعمل لك الصورة مرة كمان بس بالمقاس الطولي. اهو يا معلم الفيديو بتاع او الصورة بتاعتنا نزلت اهي او خلصت، مش بتاخد وقت خالص تماما، وبرده نفس الصورة اهي بس بالطول. جودة بصراحة مظبوطة وكل حاجة مظبوطة، يعني انت فيديوهاتك يعني انا عملت لك كده طريقة ان انت تعمل فيديو كامل من اول انك تعمل البرومت بتاع الفيديو لغاية لما تخلص الفيديو خالص، وكمان البرومت او ان انت تعمل الثامبنيل كمان عملته لك بسهولة جدا ومن غير اي صعوبة. طيب دلوقتي انت عايز تنزل برضه هتعمل على داونلود وتقول له نعم اريد التنزيل. وفي حاجه بس قبل ما نخلص الفيديو بتاعنا، لو جاتك مشكله ان مثلا لما انت تبعت اكتر من مره ويجي يقول لك مثلا اللي هو مثلا اعاده ارسال، او ان حصل مشكله في الارسال، عادي جدا ابدا محادثه جديده، وهتلاقي الصوره او المحادثه بتاعتك كملت عادي جدا، عشان اوقات بتواجه الناس والناس مش بيعرف يلاقوا لها حل. بس كده كده بقى انت شفت الترند ده بيتعمل ازاي خطوه بخطوه من غير تعقيد ولا برامج تقيله ولا اي حوارات. الفكره كلها انك تلعب صح على الترند وتنفذه بسرعه قبل ما يبرد. لو وصلت لحد هنا فانت كده جاهز تطلع اول فيديو خضار بتاعك النهارده قبل بكره. جرب، حتى لو الفيديو الاول مش كامل التجربه نفسها هي اللي بتفرق. لو حابب تشوف ترندات تانية شغاله بالذكاء الاصطناعي وناس كتيره مش واخده بالها منها، الفيديو اللي جاي هيعجبك جدا. سيب لايك لو استفدت، واكتب لي كومنت انت ناوي تخلي مين يتكلم. اشوفك في الفيديو الجاي. سلام.